بطل نادي السيلية. الآن لدينا اللاعبين يقومون باستلام طبعا الميداليات الذهبية عن المركز الأول، وذلك ضمن إجراءات البروتوكول الصحي التي جدت من جديد وبشكل أكثر صراحة من قبل، وكل لاعب يستلم ميداليته الذهبية. هكذا هي الظروف، ويستحق بكل تأكيد السيلية هذه البطولة بعد أداء كبير في المباراة النهائية أمام أشقائهم في نادي الريان بهدفين مقابل لا شيء. وكما ذكرت هو لقب أول جديد بالنسبة للسيلية يضاف مع كل الأندية التي أحرزت بطولة كأس كيوسيل بمسميات القديمة والآن بمسمى الراعي الرسمي لهذه البطولة. أريد شركة اتصالات، أريد بكل تأكيد كأس، أريد أصبح لمن يريد طبعا، وهو نادي السيلية، ونبارك لهم بكل تأكيد كلاعبين كجهاز فني. وهنا لدينا مجدي صديق، نذير بالحاج لرفع كأس هذه البطولة، ونبارك أكيد للسيد عبد الله العيدة هذا الفوز، وهنا لبس الكمامة وبعد ذلك طبعا رفع كأس. أريد لمن استحق نذير بالحاج، مجدي صديق، وكل الأسماء الآن. مبروك، ألف 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 مبروك لنادي السيلية بطولة كأس رودي 2021 لهذا الموسم. يستحق الشواهين هذا اللقب بعد عمل، بعد تعب، بعد مضي، واستحقوا بكل تأكيد هذه البطولة. مبروك للجميع، حظ أوفر لنادي الريان. إذا مشاهدينا متابعينا في كل مكان، الكاس يذهب إلى السيد عبد الله العيد في المدرجات. هكذا أرى، هكذا أنظر أمامي هنا، وأعود وأكرر هذا هو السيد اللورد عبد الله العيد. مبروك لك هذا الرمز، مبروك لك هذا الكاس. إذا كاس أريد لمصلحة السيلية. شكرا لكم وإلى اللقاء. أعود إلى الزميل خالد القحطاني وضيوفه الكرام. خالد لك الكلمة. شكرا خالد الحدي، ونقول مبروك مجددا لفريق نادي السيلية. مبروك للسيد عبد الله السيد العيدة رئيس نادي السيلية، مبروك لإدارة نادي السيلية، مبروك للاعبين السيلية، مبروك للجهاز الإداري والجهاز الفني لهذا الفريق باكورة البطولات ولقب كأس